الخير والحب والسعادة عليكم كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأهل والجيران والأصحاب وكل حبايبكم بخير وصحة وسلامة وسعادة وفرحة وكل حاجة حلوة انتم عايزينها يا رب. يجي العيد علينا تدخل الفرحة قلوب الكبار، لكن أضعاف مضاعفة قلوب الأطفال والصغيرين، طبعا لأن هم ما عندهمش هموم بقى الحياة ومشاغلها اللي احنا شغله دماغنا. العيد بالنسبه لاطفالنا لبس جديد، جيوب وشنط مليانه بالهدايا، الوان، بلالين، حاجات كده يعني. طبعا خروج وفسح، كل ده لطيف جدا، لكن اللي مش لطيف في العيد ان احنا كاباء وكمسؤولين نهتم بس بلبس العيد الجديد واللعب لاولادنا، ونفكر ازاي مثلا هنخرج نقضي اجازه العيد فين، هنعمل ايه، منين وبكام وامتى وازاي. لكن بننسى حاجه مهمه جدا، ان العيد فرصة مهمة جدا ان احنا نعلم فيها اولادنا معنى التراحم والاحساس بالاخرين. الطفل بيتولد وجواه قوة داخلية كامنة قادرة تماما على اتباع المبادئ الاخلاقية الصحيحة، ان من ابسط معانيها طيبة القلب، المؤاخاة، الاحساس بالاخر. كل دي حاجات بسيطة جدا، كل اللي ابننا محتاجه مننا فيه ان احنا بس نقول له اتفضل، ننور له طريقه، نساعده على بلورة المشاعر دي علشان تظهر وتبان، لان هو ده طبيعي، هو موجود اوريدي. طيب علشان كده احنا عملنا النهارده الحلقه دي معاكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. حلقتنا النهارده عن ازاي نعود اولادنا على العادات والتقاليد الصحيحه في العيد. اسمحوا لي ارحب بضيفتي اللي مشرفانا النهارده في الاستوديو، دكتور ايمان عبد الله، دكتور الصحه النفسيه والمستشاره الاسريه. اهلا وسهلا بيكي يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بك دكتور ايمان، كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وحضرتك طيبه، والساده المشاهدين كلهم بخير يا رب. ربنا يخليكي. قولي لي في الاول كده، يعني احنا دايما عندنا العيد ليه طقوس احنا كلنا يعني اتولدنا وتربينا وعايشين عليها وبنعلمها لاولادنا، واولادنا هيعلموها، يعني احنا اجيال مع بعضينا. بس ساعات كده في العيد بيبقى في حاجات، يعني بالذات احنا بما اننا في عيد الاضحى ولادنا شويه يعني بيستنكروها شويه، يعني يقولوا ايه ده يا مامي، يعني الذبح. ايوه ازاي نقدر يعني نفهم ولادنا، يعني وخصوصا بقى الاطفال، ان هم يتقبلوا الفكره ويبقوا حابينها ويفرحوا بيها ويتعايشوا بيها زي ما الاسلام ما امرنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحييكي قوي على الحلقه وعلى اختيارك بصراحه للاسئله الجميله اللي هتساليها لنا ان شاء الله. والموضوع ده في غايه الاهميه، لان احنا فعلا الدنيا بتاخدنا وبننسى تعليم مهمه جدا للاطفال، وبعد كده نرجع احنا اللي نقول هم مش بيحبوا الحاجه دي ليه، او مش بيستظرفوها ليه، زي ما حضرتك بداتي في الاول. حقيقي. فطبعا احنا بنهتم قوي بالاشكال اللي هي اللبس، الفرحه، البونبوني، الحاجات دي، بس بننسى حاجات مهمه جدا نعلمها، وهي القيم والمبادئ للاطفال. فخلي بال حضرتك ان احنا ال3 سنين الاولانيين دي، من 3 لغايه 5 سنين، هي السن المهم جدا للطفل، اللي لا يمكن لما يتعلم فيها حاجه ينساها ابدا فعلا. فبالتالي احنا نحط بقى القيم، لان دي بتسمى حتى في علم التنميه البشريه اللي هي البرمجه. ودي من الصعب ان انت بعد كده تمسحي حاجه زي كده من ذهنه، الا عن طرق يعني احنا بنعملها في العلاجات والحاجات دي كلها. فبالتالي لازم نعلمهم الاول المبادئ والقيم وفرحه العيد. العيد ربنا خلاه سبحانه وتعالى، لو جبناها من الناحيه الاسلاميه، ان الله سبحانه وتعالى خلق العيد ده هديه لكل مسلم. فبالتالي العيد بيجي بعد قضاء فريضه احنا بنأديها كلنا، فطالما هي فريضه فربنا بيعدل فريضه بيديكي الهديه الحلوه دي. فلو جينا هنا في العيد الاضحى، وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين واطفالنا يسعدوا بالعيد ده، لازم نعرفهم يعني ايه عيد، ويعني ايه عيد اضحى، وايه اللي ونفرح ازاي. القصه مش قصه دم ولا ذبائح ولا لحوم ولا الحاجات دي كلها. القصه قصه ان ربنا عطاك هديه، وده بنسميه في الدين يوم الجزاء. فهو بتبقى جايزه لينا كلنا، فالمفروض ان احنا نفرح بيه. دي حاجه تانية، ان الدم ده بيفكرنا بحاجه حلوه قوي ونعلمها للاطفال. نقول له عيد الاضحى ده معنى القصه بتاعتها، معنى القصه. برافو على حضرتك طبعا، ربنا يكرمك. معنى القصه سيدنا نحكي بقى للطفل على حسب سنه. يعني هو دلوقتي لو السن صغير نبدا نديها له واحده واحده، نقول له وقبل العيد، يعني قبل العيد والشعائر، وهو يبتدي يشوف القنوات ويشوف الناس ازاي بتحتفل بعيد الاضحى وقبليها والحجاج والكلام ده كله، نبتدي نفهمه ان ربنا سبحانه وتعالى فدانا كلنا بالذبح ده، مش سيدنا اسماعيل فقط بس. فنعرفه العبره من هذه القصه الجميله، اللي هي معناها الرحمه والطاعه للوالدين. ان انت تطيع والديك في يوم عيد زي كده وتحس بفرحه العيد دي بالدنيا كلها. فاحنا بنفهمه ان القصه مش قصه دماء هتخوفك ولا قصه لحوم، ده قصه فداء الله سبحانه وتعالى فدى بيه سيدنا اسماعيل لطاعه ابوه
وابوه بالتالي نبي، فبالتالي فالنبي عمره ما هيأذي حد، فبالك ابنه يعني. فبالتالي هنا تضحيه عظيمه، تضحيه عظيمه. يعني فاحنا فرصه ان احنا يعني طبعا يعني نقول لاولادنا يعني شوفوا التضحيه العظيمه دي بالروح. الام والاب والوالدين وصله الارحام وكل الحاجات دي عيد. العيد يعني ايه غير ان هو ان انت تفرحي وتتبسطي بالهديه اللي ربنا عطاها لك. والعيد ده لازم نبقى كلنا فرحانين فيه وفاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اليوم اللي زي ده عشان نرسم فيه فعلا الابتسامه باي امكانيات وباي شكل. واحنا بقى بنرسم الابتسامه في بيوتنا بنلاقي شويه كده حاجات يعني بتنغص علينا، يعني بتضايقنا احنا كأمهات. يعني تلاقيها بقى ما بين مثلا الاولاد واحنا كأب وام، هتلاقيها من الاطفال وبعضهم. فمثلا يعني حضرتك قلت لنا من شويه ان احنا عندنا سن من 3 ل5 سنين هي سن البرمجه، المفروض نأسس فيه ولادنا ونعلمهم الصح والقيم السليمه في الرساله، ان هو المفروض يستمر معاهم بعد كده. تمام. الغالب في بيوتنا ان احنا دايما بنخرج من 3 ل5 سنين، دايما ولادنا معانا خارجين معاهم. أيوة. لكن اول ما يبقوا 15 يعني تحط لهم واحد جنب الثلاثه او الخمسه، 15 13 وانت طالعه سن المراهقه، يقول لك لا يا مامي بقى انا ماليش في الكلام ده، يعني زيارات ايه وخاله ايه بقى وتيتا ايه والكلام ده، انا هخرج مع اصحابي. فازاي بقى نتخطى المشكله دي؟ طبعا احنا لسه حضرتك بتقولي كلمه جميله قوي وهو سن البرمجه. وبالتالي انت طالما برمجتي من الاول ومشينا صح من الاول، اذا مش هتلاقي المعاناه في 15 سنه اطلاقا. وده عن ثقه وعن خبره. ليه؟ لان الطفل بيكتسب مش من الكلام بس بتاع الام او القصص، لا بالافعال والسلوك. فلما هو شايف الام والاب بالتالي بيحرصوا من زمن على زياره الجد والجده والاقارب، اذا بالتالي مش هيلاقي اي معاناه حتى لو كبر وبقى ليه اصحاب. بس احنا نقول ايه؟ لان الناس هي اللي ما تعرفش او ما برمجتش زي ما احنا بنقول، هيقولوا حاجه بسيطه جدا، هيقولوا ان كنت انت مقدر يعني ايه كلمه عيد، فبالتالي ربنا اداك صله الارحام. العيد يعني احنا نزور الارحام. المفروض ان في اليوم ده ربنا بيتقبل منك بس بشرط ان ما يكونش فيه خصام، لان المسلم لما يكون مخاصم حد ربنا لا يتقبل منك اي عباده. فبالتالي ده فرصه، العيد هنقول له ده فرصتك ان انت نتصالح. ده انت حتى لو متخاصم اصحابك وجيرانك واهلك، حب اصحابك، حب اهلك، نعلمه طقوس جديده وحلوه. دي الاطفال مفتقدينها، والسن بتاع 15 سنه ده مفتقده. لان الامهات يعني هي عامله كده سيركل في حياتها، ما بقتش فيه حاجه زي زمان اللي هو ان احنا نبدا نقول للاهل كل سنه وانتم طيبين، والاقارب والجيران. الدين يعني ان انت تصلي رحمك، تقربي من جيرانك، تقربي من اصدقائك، تعلمي اولادك كذا وتدخليهم في المنطقه العمليه. ان انت اتفضل خد حاجه من الذبح واديها لجيرانك، قول لهم صباح الخير وكل سنه وانت طيب. سبحان الله، واللي بتديه بيرجع لك اضعاف مضاعفه. انا عايزه اقول له واطمنهم ان هو هيرجع. لا هو اضعاف مضاعفه حقيقي. يعني سيبك من الثواب بتاع الله، يعني هو الناس يعني دي محبه، وهو ده العيد. دي حاجه فاشركيه. تاني حاجه قولي له احنا هنقسم العيد، اخرج مع اصحابك بس الاقربون اولى، وبابا وماما اهم. انت بتذاكر وعندك صحابك وعندك بس في اليوم ده سيبوه لنا صله ارحام في الاول. يعني احنا نتفق معاه ومن صغرنا نتفق معاه ان احنا عندنا يوم لازم الاهل، لازم اول حاجه الاهل لازم. لان في حاجه كمان، ونقول الحديث ده ونحفظه ونقوله لاولادنا ونحفظهم زي ما احنا بنحفظ كده كل شيء دلوقتي. وما شاء الله اولادنا دلوقتي بقوا سارعين في الحفظ وبيتعلموا حاجات اكتر من احنا اتعلمناها. يعني لو قلنا له حديث قدسي عن المولى عز وجل لما بيقول انا الرحمن، تمام، خلقت الرحم وشققت له اسم من اسمي، فمن اوصله وصلني ومن قطعه قطعني. بس انت ما تقول للطفل الكلمه دي، انت عايز ايه تاني؟ انت صله الرحم لما تبوس ماما وبابا الصبح وتشوف جده وجدتي وتديهم اتصال وتقرب وتود، بعد كده لما يخلص يعني كل ده مش هياخدوا يوم، نقسم بقى الايام زي ما انت عايز. بس مين الاهم؟ اللي ربنا هيحاسبنا عليهم الاول. ويعني وفي بعض الشيوخ والعلماء دايما بيقولوا ان صله الرحم هي صله من قطعنا، يعني اللي مقاطعنا واللي مخاصمنا واللي ما بيزورناش واللي ما بيكلمناش هو ده اللي احنا نكلمه. تمام. فبالك بقى للناس اللي هو احنا معاهم. يعني هو والله انت ممكن تعلمي لجاره ليكي ملهاش حتى في فن الاتصال اللي بناخده في التنميه البشريه، يعني حتى ان انت تعلميها يعني ايه كل سنه وانت طيبه، تعلميها الحب، تعلميها الدين، تعلميها ان الدين ده تسامح. احنا بنتسامح وبننسى كل شيء وبنقرب من بعض، لان احنا فعلا لازم نشجع اولادنا ان هم يخرجوا مع اصدقائهم بس بشرط صله الارحام اولا. وده الاهم، لان جدته وجده مشتاقين لانهم يشوفوه، العم الخلان، وده تتوزع بقى وبالاتفاق. دكتور ايمان ممكن الموضوع يتعمل بس بشكل واجب، فالواجب ممكن يبقى تقيل مع الوقت، لكن ازاي احببه ما يبقاش واجب عليه يبقى فرض عليه، هو يبقى حابب ان هو يروح، هو يقول لي يلا يا ماما انا عايزه اروح بقى لتيتا، يلا روح عشان هنروح لاهلنا كلنا يعني. طبعا احنا ما ننساش ان سؤال طبعا حضرتك جميل جدا، ما ننساش ان ده جيل والجد والجده جيل، فلما هيروح هيتصدم
باراء الجده، بتعليق جده آه. على اللبس، على طريقه الكلام، حقيقي. على الحاجات دي كلها هتحصل آه. هتحصل. فطبعا الام دلوقتي بالثقافه اللي هي فيها بتوجه ابنها مهما يحصل من الجده او الاقارب، احنا رايحين نؤدي يعتبر فريضه ربنا فرضها علينا، ودي في مراتب كبيره قوي عند الله، ولازم نعدي هذا اليوم، لان كل واحد ليه راي، ولازم بنتعلم هنا نقطه اللي هي المرونه، خصوصا مع كبار السن، لان دي تاثر فينا، لان احنا هنكبر ومش هنسمح لحد ان هو يجي يغيرنا بعد حقيقي. السنين دي كلنا. حقيقي. فالجد والجده اللي هم ابائنا كلنا او العم والخال دول كبار في السن، فليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فوقر الجد والجده، انت كمان هتتوقر، وبالتالي احنا مش هنغير ارائهم. هو يوم هتنقدنا ناخد النقد بشكل اللي هنا هم قرايبنا، ما هماش ناس عايزين يهزموا مننا او يقللوا من شأننا، ولكن هو يوم بيعدي واحنا نقابل بابتسامه، وانا مبسوطه يا تيتا ان انا شفتك، ومبسوطه يا جدو ان انا شفتك النهارده، واليوم بيعدي، ولازم هو هيحصل تناقضات ولازم يحصل حاجه. وحتى النقد اللي بنسمعه من الناس الكبار يعني هو بيبقى نقد علشان خاطر هم عايزين من وجهه نظرهم نبقى احسن، من وجهه نظرهم احلى. تمام. تمام. فهم مش هيأذوك في حاجه. يعني خلي بالك ان هو مش هيأذوك في حاجه، وانت رايح تقدم حاجه جميله، فكمل بقى الجمال بتاعك، كمل جميلك، كمل جميلك وكمل الجمال بابتسامتك الحلوه دي، وما تخليش حاجه كده توقفك وتزعلك في يوم جميل زي ده. طب خلينا نكمل بقى جميلنا مع الناس الكبار والزوج والزوجه. أيوة. وخناقه اول يوم العيد هروح عند مامتي ولا مامتك؟ طب العيد الصغير بتاعي ولا بتاعك؟ طب انا هنا هنذبح وهنا هنذبح، طب اروح هنا ولا اروح هنا؟ ما انا لازم اساعد. تمام. فنطلع الموضوع ده ازاي برضه؟ طبعا هو كل شيء بالاتفاق، انت زوج وزوجه يعني اباء ومسؤولين، فلما انا اتفق من اول العيد انا اروح فين، في زوجه تيجي تقول لي تشتكي لي في الارشاد، تقول لي يرضيك يا دكتوره ان جوزي يقول لي مفيش حاجه اسمها عيد عند الام، انا الايام كلها. طبعا انا ما اسمحش بكده، انا ما ينفعش حكايه ان الاب والام وكل ده لازم تتوزع بالتساوي، بمعنى ان الست دايما تتبع الزوج، ان الست دايما هي اللي بتتبع الزوج. فازاي؟ ما تنسيش حضرتك لو كل ام عندها ولد، واحنا عندنا الذكر هنا مقدس في مصر بالذات، مش هتسمح ان ابنها ما يجيلهاش اول يوم العيد. فحقنا للمشاكل ان الابن يروح للام اول يوم بعد ما يسبح، او لو هيسبح عندها يبقى يراضي الام الاول، والزوجه ده مش حرام لان الزوجه بتتبع زوجها. يبقى نقسم اليوم، والله لو تقسم اليوم على الثلاث حاجات دول يبقى جميل قوي. يبقى نحضر صلاه العيد وطقوسها، ثم نزور الام اللي هي ام الزوج، ثم ام الزوجه بالليل او تاني يوم، والموضوع يتحل جدا. احنا معانا ريهام من القاهره، نشوف الموضوع عندها المشكله دي ولا لا، وعرفت تحلها ولا لا. ريهام، الو. الو، مساء الخير يا منى، ازيك؟ مساء النور عليكي، كل سنه وانت طيبه. مش طيبه. ريهام، احنا بنتكلم يعني انت دخلتي معانا دلوقتي واحنا بنتكلم في نقطه، انت الاول متجوزه ولا مش متجوزه؟ منفصله. ايه ده؟ منفصله. طيب انت يعني تعايشتي او عشتي او سمعتي عن مشكله اول يوم ما بين الزوج والزوجه في زياره الاهل؟ يعني دلوقتي يعني انا عندي الموضوع مختلف شويه، يعني هو عايز ياخدهم كل ايام العيد، ما يقعدوش معايا ولا يوم، يبقوا هم كل الايام مع اهله مع ناسه هناك، فما لهمش علاقه بيا. ف يعني هل ده يعتبر صح؟ هل ده من حقه؟ طيب تمام. طب قولي لي بتقضي العيد ازاي يا ريهام؟ عادي، اول يوم بيبقى بعد الدواء بتبقى زياره الاقارب والكلام ده، وبعد كده لو تاني او تالت يوم في ترتيب لسفر او حاجه بنسافر. لكن الظروف بتاعت السنه دي مش هيبقى فيه فرصه لاي حاجه للاسف. هو للاسف، بس يعني خلينا نقول اللي عايز يبسط نفسه هيبسط نفسه. تمام. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. اكيد. طبعا اكيد، بس كمان عندنا المدارس فيها امتحانات بعد كده، فيعني الدنيا برضه مش هتبقى مظبوطه، لان الواحد ممكن يعمل اي حاجه. يعني هو العيد اول يوم، والصراحه صلاه العيد والذبح هو ده بيبقى اهم حاجه فيه. برضه هرجع واقول لك اللي عايز يبسط نفسه هيبسط نفسه يا ريهام، وبشكرك جدا لاتصالك. كل سنه وانت طيبه وربنا يسعد ايامك ان شاء الله. دكتور ايمان، يعني ريهام خدتنا لحته ثانيه، وكويس انها اتصلت في التوقيت ده. يعني ايوه، احنا اتكلمنا عن الاولاد ازاي يروحوا لاهلهم اول يوم، يتعاملوا ازاي صله الرحم، الزوج والزوجه يروحوا فين الاول، ترتيب الدنيا تبقى ماشيه ازاي من غير مشاكل عشان يبقى عيد، يبقى فرحه. لكن خلينا نقول بقى، يعني لو في حد منفصل الاولاد يعملوا ايه؟ حضرتك بصراحه جاوبتي اجابه بتقولي اللي عايز يبسط نفسه هيبسط نفسه، وده صح. انا دايما حتى اقول في الاستشارات، اقول لها ما تنتظريش من اي مخلوق ان هو يسعدك،
لان انت كنفسك مش متصالحه مع نفسك ومش قادره ان انت تسعدي نفسك، هتيجي تطالبي باي مخلوق على وجه الارض ان هو يسعدك ليه؟ فاذا انا لازم استغل وقتي كويس جدا. ربنا اداني عيد اعيد، ازور قرايبي، اعمل يعني دلوقتي يقول لك الخروج مش هينفع والظروف والثوره والكلام ده كله. لا والله ممكن نعمل حاجات كتير جدا في البيت وانت قاعده. هو اللي عايز يبسط نفسه بيبسط نفسه هيبسط والله. نفسه طبعا. طبعا يعني وده قانون حتى بناخده بعد كده في التنميه البشريه اسمه قانون الجذب. يعني انت اللي بتجذبي الافكار ليكي، وافكارك هي بعد كده مرآة حياتك. يعني انت بتشوفي بعد كده اللي انت بتفكري فيه واللي بيحصل فعلا. يعني انا لما اقول انا من غير زوج انا مش هروح، انا مش هاجي، مش هينفع، ما انا لو معايا زوجي كنت صيفت معاه او اتفسحت معاه. لا يمكن ربنا يعوض عليكي باقارب اكتر، بجيران، باصحاب. اتمتعي، اخرجي مع صاحبه ليكي، ودي الاب والام، قربي من اي حد منهم، اعملي هوايه ليكي، انتجي في وقت زي ده. دايما انا اقول للناس كمان في المناسبات اللي زي كده ما تضيعش اي مناسبه عندك الا ما تستغل الوقت في حاجه مفيده. يعني انا استغليت العيد دلوقتي في صله الارحام وشاهدت الاضحيه، فاذا ده حاجه مفيده وطاعه لله سبحانه وتعالى. وتواصلت مع اللي حواليا. فاذا اهم حاجه ان احنا كمخلوقين عند ربنا خلقنا للعباده. يعني لو جينا اخذنا عظه حتى من الحيوان اللي بيذبح في العيد، هو بيؤدي اللي ربنا خلقه عشانه. سبحان الله. وربنا قالك انت بتاخدي لحومه وبتستفادي من جلوده، فبالتالي انت تستفادي من اللحوم والجلود ازاي الا ان هو يذبح. تمام. طب انت بتعملي ايه؟ انت ربنا خلقك للعباده، وخلق هذا الشيء وهذه الكوائن وهذه النباتات ليكي انت كانسان. فالانسان طول عمره ربنا يعني كرمه من اول يوم، لان احنا منفوخين من روح الله، احنا غير اي المخلوقات. فبالتالي لازم تكون الانسان عارف قدر نفسه ويعرف ازاي يسعد نفسه زي ما حضرتك قلت لها. يعني اتفضلي. بتيجي العيد دايما مرتبط مشتق من اسمه العيديه. ايوه يعني العيديه انا نفسي حد يديني عيديه، بس بغض النظر عن الموضوع ده. يا رب انا يعني وانت، يا رب انا وانت، يا رب احنا الاثنين امين يا رب. مش عارفه احنا مظلومين، الناس اللي بتكبر بتزدلي بقى في الموضوع ده يا دكتور. يعني ايوه بيجي العيد ومشتق منه كلمه العيديه، ولما نتكلم عن العيديه نلاقي الاطفال طبعا ايه يعني اول حاجه في العيد صباح الخير، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يعني على طول ايد بتتمد على طول. بس ساعات الايد دي بتتمد للناس اللي احنا بنروح لهم. يعني نبتدي نروح مثلا لجيراننا، لاصحابنا، لقرايبنا، الناس الكبار او الناس اللي قدنا. نبتدي فين العيديه؟ فين العيديه؟ فين بقى؟ فايه؟ نتصرف ازاي في الموضوع ده؟ لانه الموضوع بيكسف. والله الموضوع والمشكله ان العيديه بتروح لهم، مفيش حد بيدي للكبار برضه. لا ما هو ما حدش يدينا حاجه. ده موضوع بيضايق. البرمجه نفسك ما فيش. طبعا كل سنه والناس طيبه، ودي حاجه بتفرح الطفل جدا. ما ننساش ان العيديه ممكن تفرح الكبير والصغير. احنا ككبار اهو لما حد بيدينا عيديه بنفرح. يعني بس لما بقى ما هو لما يعني تفائلوا بالخير تجدوه. ليش يا منى نقسمها سوا. بالظبط. يعني فاقول لحضرتك على حاجه، يعني هو الطفل بيحب جدا اي حاجه تفرحه، وده من حقه ان هو ينول العيديه، فاحنا نشبهه بدل ما يطلع بره ويقول عايز العيديه. ده احنا هنفهمه بعد كده نعمل ازاي. بس نقول كلمه على العيديه، ان العيديه دي ما هياش حاجه جديده علينا ولا على مجتمعنا، هي متوارثه من قدم القدم. يعني يمكن من ايام المماليك. لما السلطان في الفتره دي كان بيوزع في الاعياد مبلغ زياده لجنوده وللناس الفقراء والناس المحتاجين. احنا عايزين نحيي هذه الذكرى. فاحنا نحيي يا رب. يعني في شغلنا يا رب في بيوتنا ان شاء الله. انا بناشد عايزين نحييها مره ثانيه صوتك يعني. فطبعا دي حاجه جميله وبتدخل البهجه. والعيديه ما ننساش ان هي جايه من لفظ العيد نفسه. حقيقي. لان هي فرحه. فقمه السعاده ان الطفل الجد يديله والجده والام والاب. فبالتالي هو في اطفال ما بتبقاش مفرقه، هم كلهم كبار وبيحبونا. فلما يروح بيت اي حد من الجيران، فين العيديه زي ما قال لي جده وقال لي ماما، من باب ان هو بيحبه وحاسس ان هو حد مقرب ليه، وده اليوم بقى اللي هيسعدنا وهيفرحنا. فادينا بقى يعني مش معنى للناس التانيه اديتنا يعني. بس هي الام طبعا اي ما بتخرج اي مكان حتى دايما توجه كده توجيه بسيط للطفل. احنا ما يصحش نطلب حاجه زي كده. لو اهل البيت ادوك كمحبه وكتقريب لينا اوكي، ما ادوناش خلاص احنا ما نطلبش. لان احنا ما ينفعش نقول ما تاخدش، لان انت طالما انت رايحه لحد اذا الحد ده ما هوش غريب عليكي قوي. يعني يبقى مثلا من الجيران، من الاصدقاء المقربين. وطبعا حاجه زي كده بتعوض. يعني انت اكيد لما حد هيدي لابنك حاجه هتديله، فدي ما فيهاش مشكله لانها نوع من انواع الفرحه. ولكن احنا بننبه بس تنبيه بسيط، احنا ما نطلبش من حد. اي حد ما نطلبش منه حاجه عيديه او غيره، دي حاجه بتيجي من تلقاء نفسها. بس هو في نوع تاني من انواع الفرحه بنعيشها في العيد، وهو بقى الخروج.
يعني طبعا احنا بناخد العيديه وبعد كده نخرج بقى نروح فين، نفسح ولادنا فين، نوديهم حاجات يلعبوا فيها بايديهم، ولا نوديهم مصايف، ولا نوديهم للاهل والجيران والاصحاب والناس اللي هم بيحبوهم كاطفال بيحبوهم. خلينا نطلع للتقرير ده ونشوف الناس في الشارع رايها ايه، وممكن تودي ولادهم يروحوا فين في العيد، يتبسطوا ازاي بالعيد. فاصل ونرجع تاني، عليكم معانا. واحد وتسعين لما ابتكرت فجنون او شخصيه فجنون، كان هدفي ان انا اوصل رؤيتي عن التنميه شكلها ايه او تتحقق ازاي. يعني الناس بتقول الفن جنون وانا بقول الفن فكر. ابتديت مع اطفال اللي ما بيروحوش مدارس، وكان شعارها تسقط المذاكره ويحيا الفكر. في رحله من الرحلات في بنت كان عندها تقريبا 6 سنين او 7 سنين بتعيط، فبسالها بتعيطي ليه؟ قالت الالوان جت على التيشيرت واللون مش هيطلع. فقلت لها انا لما بيحصل انه مثلا اكون جنب الحداد وبعدين التيشيرت يروح اللحام عامل لي خرم فيه، اروح جايب لون وعامله قلب الورده وبعدين اروح راسمها ورده. فكون ان الطفل بيلون ويشخبط على حيطه، ممكن في البيت يبقى ظهر الباب بتاع اوضتك انت حر فيه، تعمل فيه اللي انت عايزه. وبعدين ابدا احاوله، هي الفكره من دي ايه؟ عايز ابني يبقى دكتور، عايز ابني يبقى مهندس، بس مين ابني ده ما تفرقش. يفرق معايا انه دكتور او مهندس، لكن لو يفرق معايا مين ابني، هو حر يختار يكون دكتور او مهندس. باعتقادي ان كل انسان مولود موهوب، البيئه اللي حواليه سمحت له او ما سمحتلوش. فالاب والام ان احنا نورث القدره على التفكير، مش سيستم للتفكير او زاويه معينه للتفكير. نعمل ريسايكل، يعني نستخدم حاجات موجوده، صندوق قديم كرتون، الكرتونه بتاعت علبه ميه، ازاي لما بفتحها وبستخدم ظهرها بيبقى لون واحد، او ازاي ان انا ارسم على اللوجو بتاعها واحوله لحاجه تانية. الفصل مش لازم يكون موجود جوه المدرسه، الفصل بيذاكر وبيتعلم في الغيط، الفصل بيذاكر وبيتعلم في رحله، الفصل بيذاكر وبيتعلم في تنظيف شارع. افاجئ مثلا الطفل الصغير اقول له انا كنت بدور عليك لان انا واقف في حته معينه في اللوحه مش عارف اعملها، وانا مصدق انك بتعرف الالوان كويس قوي ومحتاج راي حد يقول لي احط اصفر ولا اخضر، فممكن تساعدني. في الحاله دي انا امتصيت جزء كبير وبنيت ثقه في نفسه، وابتدى هو يحترم عمل الاخر. احنا محتاجين نشيل الغمامه الثقافيه اللي عندنا دي علشان نقدر نشوف الدايره كلها، نقوم بدل ما بنبذل مجهود ضخم جدا في التعليم ومش قادرين نحقق نقطة صغيرة من النجاح فيه، لأن احنا مكتفينه بأهدافه التانية، مكتفين رجليه وإيديه ومصرين على إن احنا نسقيه المادة ويحفظها. ده النون بنبقى احنا شادينه بخيط، وبنرجع بقى بنعلم الأطفال إن هم ياخدوها واحدة واحدة. بنجيلنا أطفال بتبقى هوايتها إن هي تشخبط بس ممكن من الشخبطه دي بتطلع حاجه حلوه. ده أركت، ده عباره عن اشكال مقصوصه وبنلونها بالنشاره، وبعد ما بعد ما بتنشف الاطفال بياخدوها بيلزقوها بالجلو اللي هو ده، وبتبقى شكل زي ما هم عايزين. لما بيجي لنا هنا طفل ووالدته، في مثلا والدته مثلا ممكن ما تساعدوش، تسيبه هو اللي يعملهم وما تخليش حد يساعده خالص فيها، وفي ولية امر تيجي تاني تقول لك لا انت ارسمها له ولونها له، وهو طبعا بيبقى زعلان منها. يعني هو مثلا بيبقى عايز يرسم حاجه من خياله هو، وهي تقول له لا دي حاجه مش حلوه، اصل احنا هنعلقها في الاوضه. الاطفال بتيجي هنا عامه ان هي تطلع طاقتها، تعمل انشطه. ولو اي ام عندها مثلا ابنها بيخبط ولا حاجه، تجيب له مثلا ادوات الحفر ديت، تسال عن حاجات زي كده وتنمي له الموهبه ديت. بدأ كل امهاتهم انهم يجيبوا لهم الادوات دي ويخلوهم ينحتوا او يجيبوهم هنا.
شفنا مع بعض احد النماذج اللي ممكن نروح ليها. طبعا فجنون مكان ممكن اي حد في الدنيا يودي اطفاله فيه يلعبوا هناك، يتبسطوا هناك، يلعبوا بالصلصال، يعملوا ماكت، يعملوا حاجات كتير جدا ممكن يعملوها هناك. يعني انا بشكر مره تانية صاحب هذه الفكره الفنان التشكيلي. نيجي بقى لموضوع الخروجات. هنخرج فين وهنروح فين؟ مصيف؟ لا لا لا، عايزين نروح النادي، عايزين ناخد هنا في مصر، ده لا بره مصر. نخلص من الحته دي ازاي برضو؟ لانها بتعمل مشكله. طبعا هي ممكن تعمل مشكله، بس احنا بنقول بالمرونه والاتفاق والامكانيات. فاحنا ده عيد فرحه، يعني مش ممكن يبقى فيه امكانيه وحاجات ما يبقاش عندي امكانيه للخروج واجبر الاب اللي هو في ايده الميزانيه المفترض يعني ان هو نيجي نقول له لا نسافر بره او نسافر هنا او نعمل هنا. اولا حسب ظروفنا الماليه، حسب ظروف الخروجات او السفر، هل هينفع في ظروف زي كده ولا لا. تاني حاجه ان الفرحه لا يمكن تكون بالامكانيات فقط. الفرحه ممكن زي ما حضرتك قلنا وزي ما التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي ان ممكن يتعمل بحاجات جميله كده كتير جدا واقتصاديه في نفس الوقت وبسيطه حقيقي وبسيطه. وفعلا احنا كامهات كنا بنعمل الحاجات دي مع اولادنا وهم صغيرين. يعني انا كنت لما كان بيبقى ظروف الزوج صعبه جدا وما ينفعش انا حتى اخرج، ده بغض النظر عن ايام عيد ولا حاجه، ومفيش حتى حد يشتري لنا صلصال، كنا احنا نعمل عجين في البيت او نرسم. وكل دي تفريغ لشحنات سلبيه عند الطفل. هيفرح دايما الطفل يحب قوي قوي الحاجه اللي بيعملها بالايد. فدايما حتى وخصوصا الولاد، يعني الولاد لما تيجي تشاركيهم في حاجه مشاركه انت بتعمليها، يعني العيد الصغير تشاركيهم في عمل الكعك او تحطي مثلا البيجي فور هم يحطوا لك المربات او يعجنوا معاكي بالمضرب، هيبقى في سعيد جدا 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 بدل ما هم يلبسونا. معلش يا ام يعني تعالي على نفسك ونضفي شويه يعني او هات حد ينظف. لا بس على فكره هو بيحس كده بفرحه، هي دي الفرحه ان هو يشاركك بجد. يعني احنا نتعب كده هنتعب وكده الدنيا يعني ايه باظت وهنروق احنا بعديهم، ولكن انت اديله مساحه للمشاركه. دايما لما تبعدي الطفل تقول له ده ما ينفعش وده ما ينفعش، مش هيحس بطعم الحاجه. نعمل صلصال في البيت، نرسم. لو هنخرج يبقى نخرج في مكان مناسب لنا كلنا، لان احنا قلنا لازم نجتمع كلنا. يبقى احنا الاول ثم الاصدقاء. فنشوف المكان المناسب لينا كلنا كافراد اسره، الام والاب، ونذهب فيه وحسب برضو امكانياتنا، وبحيث ان الشيء ده ما يعملش اي مشكله، حسب امكانياتنا نمره واحد. بس ممكن يبقى في بعض الافكار كمان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي دلوقتي، بتبقى حاجات بسيطه في البيت. يعني زي ما حضرتك قلتي كده، لو صلصال، لو ممكن نعمل اكل مع بعضينا، تمام. ممكن نلعب مع الام في البيت مسدسات الميه، تلعب وهيتبسطوا جدا جدا. انت عارفه ان احسن حاجه ممكن تفرح الطفل الحركه، ان انت تجريه. يعني انا كان عندي طفل اتكرم في المدرسه وطلع من الاوائل، فكانوا المدرسين يقولوا لي هو ليه غير اخواته؟ اقول لهم ان اخواتي كنت اقعد اقول لهم لا لازم تذاكر دلوقتي، لازم تعمل دلوقتي. لما ابتديت اديله مساحه من اللعب، اقول له طب العب وخد ريست وخد بريك في الفتره دي وتعالى نعود تاني للمذاكره. حلو قوي النقطه دي. دي يعني بتعمل يعني ايه اللي يعني خلينا نقول كده اللي بيكبت الاطفال، ايه اللي بيحد من عارف من ذكائهم التفاعلي مع الناس، ان هو بيفكر في حاجه في المذاكره. هو بيفكر في حاجه واحنا بنفكر في حاجه. انت بتفكري في دورك كأم وبتنسي خالص لما كنت طفل قده كنت عايزه ايه اللي يتعمل لك وايه اللي انت نفسك تعمليه وهم يوافقوا عليه، ودي فعلا بننساها. احنا عايزين نكبت واعمل، لان انت وراكي تايم وراكي حاجات عايزه تعمليها، فانت ماشياه على وقتك انت. مفيش ليه مساحه الحريه. الطفل معناه لما تيجي تدرسي معنى كلمه طفل يعني حريه، ما يعرفش يعني ايه قيود. انت تلاقي الطفل في السن الصغير في سن السنتين بيتحرك حركات لا طبيعيه ولا اراديه نشاط غير عادي حقيقي. بتبان في الطفل الصغير لان هو عنده اصلا نوع من الكيمياء بتبقى زايده في الفتره دي، وخصوصا في الاولاد عن البنات. في الاولاد بتلاقي حركته فظيعه جدا، يمكن هو يقل شويه وما يتكلمش بسرعه زي البنت في سن اكبر منها شويه على ما يتكلم، لكن الحركه البنت رغايه طبعا فبتتكلم بدري. هي سبحان الله بتتكلم يعني هي ده عملها بعد كده، هي ده العمل الاساسي انها تتكلم. اما الولد تلاقيه كل حاجته حركه، لان سبحان الله ربنا مهده للعمل ده، لان هو اصلا كل حياته هتبقى حركه بعد كده. فبالتالي بتلاقي في حركه، انت بتقولي له لا اقعد ذاكر دلوقتي، لا اقعد، طب اديله المساحه وشوف الفارق اللي هيحصل. اديله مساحه ان هو بعد ما يذاكر شويه، واصلا المخ بيفصل بعد 45 دقيقه. يعني فمن الذكاء ان احنا نديها له على طبق من فضه بدل ما هو يفصل مننا. حلوه قوي النقطه دي. يعني طبعا احنا 45 دقيقه 45 دقيقه افصلي وياخد يعني ياخد استراحه قد ايه؟ ياخد استراحه 10 دقائق. مش اقل من 10 دقائق. لا مش اقل من 10 دقائق، عشان بعد كده هيخش وبلاش التلفزيون. ده نمبر 1 يعني. التلفزيون هيخلي، لان الفتره دي بتبقى فتره تركيز. فلما هو بيركز في المذاكره وانت تيجي تحطي له اغنيه
او تحطي له حاجات سلبيه هتشوشر عليه، مش بقول الغني وحشه ولا حاجه، او تلفزيون، فده كله بيتكلم بيخش. على وقت الاستراحه ما هو بتاعته. وقت الاستراحه بتاعته يبقى حاجه مفيده زي عصير فريش او فواكه او حاجه انت عايزه تحكيها له حصلت كموده منك كأم لابنها، او ان احنا هنعمل كذا، او عايزه تكلميه في حاجه، ولكن ما نشد ما نبوظ الانتباه قوي بالتلفزيون، خصوصا في اوقات المذاكره. انا لا احبذ التلفزيون في اوقات البريك بتاعه المذاكره خالص. وده صح وده ليه، لان بعد كده يعني يمكن انا حتى ما بديها تراب يقولوا لي احنا فعلا في الامتحان بنفتكر الاغنيه وما نفتكرش احنا ذاكرنا ايه. فعلا وده بيحصل. ده نتيجه لايه يعني؟ ده نتيجه ان هو انت دلوقتي بتبقي مركزه في حاجه والمخ فعلا مشدود في الانتباه، فانت عملتي رابط. دي حاجه بناخدها في التنميه البشريه، فالرابط ده بيفضل معاكي، بيذكرك بالجزء اللي انت ذاكرتيه، بيفكرك بالماده دي. يعني انا مثلا شربت عصير بعد ماده الجغرافيا، فبفضل افتكر العصير يفكرني بماده الجغرافيا. في ناس بتاخد الرابط بطريقه غلط، ان هو انا طول ما انا بذاكر بشغل الاغنيه، وده غلط. انا اعمل اللي انا عايزه في البريك، بس بلاش برضو الحاجات اللي هي بتشتت الذهن. فانت بتدي الفتره دي ممكن تجري وراه في البيت. انا كنت بعمل كده. انا عندي يتنطط ويعمل يتهدوا كده. ما احنا لا هو عنده طاقه. بسم الله ما شاء الله. ان يعني احنا كنا بناخد مع الدكتور ابراهيم الله يرحمه ورحمه الله عليه. ابراهيم الفقي. ابراهيم الفقي ما شاء الله عليه. كان يقول لنا ان طاقه الانسان لو اتولدت بمدينه تنير 5 ايام. يعني تخيلي الطاقه اللي ربنا خلقها في الانسان سبحانه وتعالى. بس المشكله ان احنا عندنا طاقات ايجابيه كبيره جدا بنضيعها، وبنفضل عايشين بالطاقات السلبيه، وهي زي الامهات اللي عايزه تنكد على نفسها في يوم العيد. انا ما عنديش، ناس جابوا طقم عيد جديد وانا ما جبتش. احنا لسه بنقول ان الفرحه ليست بلبس الجديد، ان احنا بنقول ده يوم بيسموه يعني يوم الفرحه، احنا نفرح على قد امكانياتنا. والفرحه دايما مش باللبس. يعني يمكن في قصه كده بسيطه، ان كان في واحد حاكم، رغم ان هو حاكم وعنده املاك وعنده كل شيء، بيجي يقول لك ايه، انا مش حاسس بالسعاده. فقالوا له في واحد فقير هنا نسمع عنه ان هو عايش سعيد جدا، بيلبس دايما بالطو. فقالوا له لا، روح جيب البالطو ده من عنده نستعيره. فالحاكم طلع له قال له انت ليه سعيد؟ قال له انا سعيد لاني، قال له لا ما تكملش، هو البالطو اللي انت لابسه. فاخد البالطو منه فعلا الملك يوم واثنين، ولا مفيش اي تاثير خالص ولا سعاده. فراح له قال له انت بتضحك عليا، يبقى عندك بالطو تاني واديتني البالطو القديم ده بداله. قال له صدقني هو ده، بس القصه قصه ان السعاده ده شيء داخلي ليست بالشيء الخارجي. انت لو انت داخليا سعيده هينعكس عليكي بره، وهتشوفي الدنيا كلها سعيده. مش انت اللي تغيري الدنيا كلها عشان تبقى سعيده. انت لو سعيده هتشوفي الكون كله اللي حواليكي سعيد. حقيقي. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حقيقي. ودايما بنرجع ونقول دايما في كل حلقاتنا ان السعاده قرار. طبعا. احنا معانا على التليفون دكتور جمال ابو شنب، استاذ علم الاجتماع. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه. اهلا بيك. انا مش سامعه حاجه. صوت قليل. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. دكتور جمال، دايما بنقول يعني العيد زي ما سمعنا زمان وحافظين وعارفين ان العيد فرحه، لكن في بعض الاوقات ومع الظروف اللي احنا فيها، يعني مش هقول لك الظروف السياسيه، بس هي بقت ظروف كلها يعني كله داخل في كله، فيعني كلها بتاثر علينا، وكلها شويه ممكن تكون بتحد مثلا من ميزانيه البيت. ميزانيه البيت بتاثر على العيد يعني. فحضرتك قول لنا ازاي نقدر نفرح في العيد فرحه العيد اللي احنا متعودين عليها، بعيدا بقى عن كل الظروف اللي حوالينا دلوقتي. شوف، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هي الطبيعه الانسانيه او الطبيعه البشريه بتفرض نفسها بشكل عام في الحياه على مستوى العمر والمرحله العمريه اللي بمر بيها الفرد. يعني الطفل بيعيش مرحله الطفوله، والشاب بيعيش المرحله بتاعته، والناس الكبار الناضجين. فكل واحد بيعيش اليوم بتاعه او المرحله بتاعته من خلال مفاهيم معينه، وكل واحد له يعني زي ما بيقولوا كده دايره سعاده معينه. قد تكون حاجات مرتبطه بشخصيته الفرديه، وفي حاجات ثانيه فيها مرتبطه بالجامعات اللي ينتمي اليها، وفي حاجات بترتبط بالمجتمع ككل. النهارده احنا داخلين على عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. في حاجه اسمها العادات الاجتماعيه او السلوك الاجتماعي اللي بيبقى مرتبط بعادات وتقاليد المجتمع ككل. بعض هذه العادات بتبقى مرتبطه بقيم واخلاقيات دينيه، حاجات مرتبطه بالمناسبات الدينيه، بتاخد شكل عادات اجتماعيه. بس في حاجات اسمها عادات رسميه، وفي عادات غير رسميه. تقاليد. والعادات الرسميه اما تبقى يعني ايجابيه او سلبيه. فاهماني؟ سواء على مستوى الاخلاق او السلوك الاجتماعي. ايجابيه زي ايه وسلبيه زي ايه يا فندم؟
اما نقول ان احنا عندنا مثلا عادات ايجابيه مثلا على سبيل المثال، ولكن عادات اجتماعيه مش مرتبطه بالايه، في حاجات منها جايه من الدين، وحاجات مرتبطه بالعادات الاجتماعيه اللي احنا بنكتسبها من خلال التربيه والتنشئه. يعني لما نقول التراحم، الدين بتاعنا دين فيه تراحم، فيه موده، فيه عطف، فيه يعني مجامله، واخد بالك ازاي، فيه مسانده للقوي للضعيف، الكبير على الصغير، كل ده الدين بتاعنا بايه، وده الدين بتيجي من الدين. صحيح ان هي قيم مرتبطه بالدين، انما ما فيش قانون هيقول لك هيحاسب على ديت ويقول لك انت غلطت هنعمل فيك كذا. فاهمين ازاي؟ انما فيما يتصل بالايه على المستوى الرسمي، لا، في عادات اجتماعيه سواء مرتبط منها بالاخلاق او العادات الاجتماعيه القانون يحاسب عليها والانسان ممكن يحاكم عليها. حقيقي. انما اقصى حاجه في البعد الايجابي في عادات المجتمع وتقاليده اللي هي المناسبات الدينيه، لما بنلاقي واحد شاذ عليها بياخد العقاب بتاعه، يعني اللي بيعملها بياخد المكافأة بتاعته من يعني الواحد اما يربط على الكتف كل سنة وانت طيب، اما يعطف الكبير على الصغير ويديله العيدية، ده بتساعد في نمو الشخصية الإنسانية، شخصية طبيعية حقيقي، بتساعد على نموها النمو الطبيعي، لأنه بيعرف ازاي العادة بتاعت تطور الشخصية في الاتجاه الإيجابي، ان انا ازاي اعطف، ازاي ابقى متراحم، احس بالمشاعر. انت ما بتعمليش دروب في الشخصيه بتوقفيها عند مرحله معينه تبقى شخصيه عدوانيه، شخصيه حاقده، شخصيه كارهه. انما في بعض الاحيان لو واحد مثلا جه في وقت ما في ظروف العيد على سبيل المثال ولقيناه بيخطف طفل ويطلب فديه، شوف النقيض بقى قد ايه. يا ترى ديت هنسميها ايه؟ هل دي مش عاده، دي سلوك فردي. طبعا سلوك فردي، وسلوك فردي ياخد شكل انحراف. فهنا القانون يتدخل عشان يحمي الضعيف من القوي او من المجرم، ويتدخل بفرض عقاب. ولذلك العلماء يقولون لنا حتى ان المكافأة والعقاب قانون طبيعي وقانون بشري في النمو الطبيعي للشخصية الإنسانية. اما تيجي المكافأة في وقتها سواء على المستوى المعنوي او المادي، وتيجي العقوبة حتى في وقتها على المستوى برضو المعنوي والمادي، ده وضع طبيعي، لان اللي دي بتعمل فواصل وحدود في نمو الشخصيه وفي السلوك اللي الانسان بيتبعه فيما بعد. واحنا دايما نقول اما الشخص الحاصل على احتياجاته للعطف والحنان والموده ويبقى عارف قيمه المناسبات الدينيه والمدلول الديني بتاعها والاخلاقي في مناسبات طيبه زي اللي احنا بنمر عليها اليومين دول، هو اللي هيقدر يديها للاخرين ويمنحها للاخرين، لانه حصل على احتياجه من خلال التربيه والتنشئه، من خلال اسره فيها ود وفيها حنان، من خلال تعاطف بين الأسر. الإسلام بيحث والمسيحية تحث على التواضع والتراحم بين الأسر والتكافل الاجتماعي. كل ده بيؤدي إلى وجود المجتمع بيبقى متكامل وفي نوع من الاتزان والتواصل والاستمرار، والمجتمع كله يقدر يبني ما يهدمش. طيب دكتور جمال، يعني احنا قلنا ان الطفل او الانسان الطبيعي اللي بيعيش لحظات طفولته وحس بفرحة العيد وعرف المعاني الجميلة النبيلة اللي بيحث عليها العيد او اللي العيد اتعمل لها اصلا، يعني بعد كده بيبقى عضو صالح في المجتمع. لكن هل بالشرط ان اللي ما بيحسش بهذه الطقوس بيبقى عضو فاسد بعد كده؟ بص، اللي قد يكون هناك في قصور في بعض الاسر في التنشئه والتربيه حقيقي. يعني في اسر الاتجاه الديني لديها قليل، ده بيعيش اما بيكبر في المجتمع. احنا عندنا بيخش مدرسه، بيخش جامعه، بينتمي النوادي. ما هو هنا انا الكلام اللي بقوله، انا الاتجاه العام الموجود في المجتمع اللي بيبقى موجود، انه القيم ديت ما بتجيش في يوم وليله. لان القيم عباره عن ايه؟ بيبقى موجود لدى الفرد اتجاه نحو موضوعات، قد تكون فكرة، قد تكون شيء مادي أو معنوي بيترسخ من خلال أساليب الحياة اللي هو بيتبعها وممارسات يومية، لغاية ما الإنسان يحمل اتجاه إيجابي نحو موضوع معين أو فكرة معينة يبدأ يحس بقيمته جواه. إذن القيم ديت ما بتتولدش معانا، إنما إحنا بنكتسبها من خلال الممارسات إلى أن تصل لشكل العادة. لكن الولد بقى إما اكتسب عادات سلبية زي ما حضرتك بتقولي كده بقى، يعني يجي بقى بعض الاحيان عايز اللي يفكره بمناسبه دينيه، يعني ما تقول له عيد الاضحى يقول لك يعني ايه عيد اضحى على سبيل المثال، ما هوش فاهم. انما لما يبقى في عندنا المجتمع السياق العام والاتجاهات الموجوده ايجابيه من ناحيه الاسر والمؤسسات بتلعب دورها في بس. وخلي بالك ده
القيم الايجابيه سواء على المستوى الاخلاقي او الاجتماعي هي اللي بتبني الشخصيه في الاتجاه الصحيح. حقيقي، وبالتالي بتبني الشخصيات ومجموعه الشخصيات اللي بيبنوا المجتمع، وفي النهايه بنشوف هو ده المجتمع. مجتمع متوازن في النهايه بيلعب دور. وعلى فكره اللي احنا فيه دلوقتي هو دليل على خلل في منظومه القيم الموجوده. الاشخاص اللي هم شايلين جواهم حقد وكره وعدم قدره على البناء واتجاه كله للهدم والتكسير والقتل والسحق، ده دليل على ان احنا 30 سنه في اللي فاتت. انا كان ليا مقاله يعني تحقيق في تيار الاحداث ثوره 25 يناير في الجمهوريه عن يعني خسائرنا في 30 سنه انهيار القيم والطبقه الوسطى. كان تحقيق معمول عن كده. اللي احنا خسرناه في 30 سنه انهيار القيم والطبقه الوسطى، وده اللي احنا بنجري الثمره بتاعته دلوقتي. ده احنا محتاجين نعاود بناءه مره ثانيه. بشكرك جدا دكتور جمال. كان معانا دكتور جمال ابو شنب استاذ علم الاجتماع. بشكر حضرتك مره ثانيه. محتاجين نعيد صياغه بعض المعاني مره ثانيه، وفرصه بقى في العيد ان احنا نعيد صياغه او يعني نحيي معنى التراحم. فازاي نحيي يعني المعنى العظيم ده؟ طبعا احنا عارفين ان العيد فرحته في ان احنا كلنا نشعر بيها، فما ينفعش ان احنا نبقى سعداء وغيرنا مش سعيد. ما ينفعش ان انا ابقى سعيد وباكل حتى من الاضحيه وغيري ما بياكلش. فبالتالي لما احنا بنشارك، الغني بيشارك الفقير، وبنوزع زي ما قلنا في الاول جزء من اللحوم على الاهل وعلى الفقراء، مش عشان انا بوزع على الاهل او الاصدقاء عشان هم ما عندهمش، لا، نوع من المشاركه ونوع من التراحم. ما ينفعش في العيد يبقى حد متخاصم، ما ينفعش يبقى فيه مشاحنات، ما ينفعش يبقى انا بجيب جديد وابقى انا قادر ان انا اجيب للي قدامي حاجه جديده واقوم مديله القديم. لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. وفي فئه يا فندم دايما يعني احنا للاسف بننساها شويه. يعني في ناس بتتناساها، لكن المعظم او الغالبيه بتنساها مش بتتناساها. الا وهي فئه الناس اللي في دور المسنين والناس اللي في رعايه الايتام. طبعا الناس دي الدور دي كلها. يعني مش العيد ده يعني فرصه جميله ان احنا نبص بقى للناس دي. طبعا يعني طبعا وبرده دي احنا بنقولها هو من البدايه، ان انا لو طلعت طفلي من الاول وبرمجته البرمجه الصح بتصبح عنده اعتقاد راسخ. ليه؟ لان الشيء لما انت بتعمليه وتكرريه اكتر من مره بيصبح اعتقاد، والاعتقاد مش من السهل ان حد يغيره لك. فاذا انا لما عودته ان في جد وجده وخال وعم واقارب، يبقى من السهل ان انا اقول له ونوزعها بقى في ضمن ال4 ايام بتوع العيد. مش هيجرى حاجه لما نروح نزور حاجه زي كده. طبعا ربنا يكرمك في حاجه زي كده، ان فعلا لما انت تقولي للطفل ان دول ما عندهمش حد يدخلهم الفرحه، يجيب حاجه بسيطه ونديها لهم كهديه. الايتام والمسنين والناس دي كلها نعمل لها يوم من ايام العيد، لان العيد لازم فرحته في ان احنا كلنا نحس بالفرحه دي، مش احنا بس. ودي فرصه، لان العيد بيعلمك، بتطلعي منه بقيم وعبر. يعني عيد الاضحى احنا بنتعلم منه ايه؟ ان انت تعطي ربنا الهديه على احسن وجه وعلى احسن حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل الطيب لان هو طيب وبرضا. يعني احنا لو رجعنا كده بالذاكره شويه، قصه قابيل وهابيل. ربنا تقبل من هابيل وما تقبلش من قابيل. ليه؟ لان الثاني بينقي اوحش الحاجات وعايز يديها لله سبحانه وتعالى، وكان نوع من انواع الهديه او الصدقه او القرابين. نيجي لهابيل قدم احسن ما شيء عنده. فبالتالي هنا الله سبحانه وتعالى بيقبل منك الشيء الجميل. طيب لا يقبل الا طيبه. لا يقبل الا طيب. فبالتالي احنا نقدم كل شيء جميل للناس هيعود لنا من نفس نوعه. ما هو الكون كده، انت تدي للي قدامك حاجه حلوه ترجع لك حاجه حلوه. تخيلي وانت بتفكري في الشخص ده ان انت تنكدي عليه في العيد، انت برضه هينوبك من القصه دي جزء كبير حقيقي. وده طبعا اللي احنا مش عايزينه، وده احنا عايزين العكس تماما. بشكرك جدا دكتوره ايمان. كان معانا النهارده دكتور ايمان عبد الله، دكتور الصحه النفسيه والمستشاره الاسريه. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. العيد فرحه، بس مش فرحه لينا لوحدنا، فرحه يعني فرحه احنا نحس بيها، وفرحه نحسها من الناس اللي حوالينا، الدايره الصغيره فالدايره الابعد فالدايره الابعد، لغايه الناس الاغراب اللي ما نعرفهمش. نروح نعملها مشروع كل عيد، مشروع كده لله بيننا وبين بعضينا، وان احنا نعلم بيه اولادنا حاجه حلوه. السنه دي او في العيد السنه دي هنروح مثلا دور المسنين مره واحده، السنه اللي وراها او العيد اللي وراه هنروح دار للايتام، اللي وراها هنعمل حاجه تانية، اللي وراها هنعمل حاجه تانية. يبقى كل سنه لينا مشروع، ويبقى كمان ليه حديث وقعده قبل العيد بفتره نقعد نخطط ونشوف احنا هنعمل ايه مشروعنا السنه دي او مشروعنا في العيد ده، عشان يكون عيد سعيد علينا زي ما بندي ربنا بيدينا اضعاف مضاعفه. شكرا لحضراتكم، ويا رب عيد سعيد عليكم وكل اللي حبايبكم ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.